ولا يخفى على أحد أننا في زمان فتن قد تلاطمت، وأطماع قد اتسعت، وعداوة قد استحكمت، ودماء قد أجريت، وحقوق قد ضيعت، وحروب قد أزكيت، وأهواء قد تشعبت. وإننا معشر المسلمين وقد نالنا من الفتن والمحن ما الله به عليم. غفلنا عن سلاحنا الذي لم يصنعه الغرب ولا الشرق، مع أنه أمضى سلاح وأقوى سلاح حمله الأنبياء وأتباعهم في حروبهم مع الأعداء، وفتحوا به أبواب النصر والرجاء. أتدرون ما هو؟ إنه الدعاء وقرع باب السماء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان من شعار أتباع الأنبياء في قتالهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا موسى الكليم يواجه أعتى وأقوى وأغنى عدو، فيتوجه إلى الله: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. وخرج ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى مع ملكهم طالوت لقتال جالوت الطاغية الذي أخرجهم من ديارهم وأبنائهم، فامتحنوا بالنهر ففتنوا، وبقيت طائفة قليلة مؤمنة. فقال بعضهم لما رأى كثرة جموع الكفر وعدتهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن من كان مع الله ما ضره ولو اجتمع عليه من بأقطارها. فما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فبرزوا لقتال جالوت وجنوده، وقالوا متوجهين إلى الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله لهم فهزموهم بإذن الله. ثم قال الله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا هو الحق، وتلكم سنته مع أوليائه ورسله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع الله يغضب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أيها المسلمون، هل من كرم أعظم من كرم الله؟ وهل من نعمة أعظم من الدعاء؟ وهل يرفع البلاء ويدفع الشقاء إلا بالدعاء؟ ولذلك قال الله عن الخليل إبراهيم: وأدعو ربي
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لن يشقى أحد مع الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن صفات الأنبياء: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وكان يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالله في الدعاء، فإنه مفتاح كل خير وأصل كل نجاح وزاد كل نصر، ولن يهلك على الله إلا هالك.